اتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارا جديدا يقارب كيليان بابي من الرحيل عن حدائق الأمراء والانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، وما زال مستقبل بابي لم يحسم بعد، حيث تتعارض رغبة الفرنسي مع رغبة إدارة نادي الباريسي. وقد تم توقيع بعض العقوبات القاسية على اللاعب مؤخرا مما زاد نسبة رحيله هذا الصيف، وقد رفض اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل حتى 2025، ويتمسك مبابي بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده والحصول على مكافأة الولاء ثم الرحيل مجانا. وأصدر نادي باريس سان جيرمان بحسب ما ذكرت شبكة RMC الفرنسية قرارا بعدم سماح لمبابي بالتواجد في جلسة تصوير الفريق صور بداية الموسم التي تقدم لرابطة المحترفين لكرة القدم. وجاء ذلك عقب قرار النادي الباريسي بإزالة صورة الفرنسي من خارج ملعب حديقة الأمراء، وأفادت التقارير أيضا عن إزالة جميع قمصان مبابي من متجر الفريق. وتعتمد إدارة باريس سان جيرمان على هذه الطريقة من أجل إقناع المهاجم الفرنسي بتمديد عقده أو الرحيل هذا الصيف قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أشارت تقارير عدة من مصادر مختلفة إلى رغبة نيمار في مغادرة فريق العاصمة الفرنسية باريس، لكن صحيفة لو باريزيان نشرت تقريرا تحدثت فيه عن الفائدة المنتظرة من بقاء اللاعب البرازيلي، وعنونت الحالة البدنية والحالة الذهنية ومشروع المستقبل. هل لازال هناك أي سبب مقنع للإبقاء على البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان؟ اليومية الفرنسية أشارت إلى أن النجم البرازيلي الذي يدخل موسمه السابع بقميص الباريسي خطف الأضواء قبل أسبوع واحد على انطلاق بطولة الدوري، ليبدأ الشارع الكروي بطرح العديد من الأسئلة. من فرنسا إلى الصحافة الإسبانية، حيث أثار مصير ومستقبل البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان أثار اهتمام الصحف هناك، لا سيما الكتالونية منها. فأطلت يومية سبورت بخبر حصري أشارت من خلاله إلى أن نيمار سيوافق على اللعب في الدوري السعودي تحت شرط واحد. وتقول اليومية الإسبانية في التفاصيل: البرازيلي نيمار سيقول نعم للأندية السعودية في حال وافقت على أن يلعب موسما واحدا مع برشلونة على سبيل الإعارة. سبورت أكدت بأن باريس سان جيرمان لن يمانع مغادرة نيمار، خاصة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم الفريق على المستوى الاقتصادي ليكون في مأمن من قوانين اللعب المالي النظيف. كيليان مبابي حاضر وتصدر عناوين الصحف العالمية والعربية بشكل يومي هذا الصيف. لا جديد اليوم حول مستقبل اللاعب ومصيره في باريس، لكن صحيفة أس نشرت تقريرا أكدت من خلاله أن لا شيء يمكن أن يقنع مبابي بالبقاء، في إشارة من اليومية المدريدية إلى أن رحيل الأرجنتيني ميسي والأخبار المتداولة حول اقتراب خروج البرازيلي نيمار لن تقنع مبابي بالبقاء ليكون النجم الأوحد لفريق العاصمة الفرنسية، مضيفة كان هناك فترة لم يكن يريد فيها مبابي سوى الشعور بأنه محور الاهتمام في باريس سان جيرمان، لكن وجود نيمار ثم ميسي حالات دون ذلك. وختمت أس تقول: كل ذلك لم يعد مهما لأن اللاعب يريد المغادرة بكل الأحوال. سانتينويا مدير تحرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية خصص مقاله اليوم للحديث عن تتويج برشلونة يوم أمس بكأس خوان جامبر بفوزها على توتنهام الإنجليزي برباعية مقابل هدفين. الكاتب انطلق من الأداء المميز الذي قدمه نجوم برشلونة الشباب ليصف لقب البطولة بأنه كأس الشباب. الكاتب قال: عبد الصمد الزلزولي، لامين يامال، أنسو، فيران توريس، فيرمين لوبيز، أسماء شابة نجحت بقيادة الفريق بنضج كبير أمام توتنهام، مضيفا مشروع برشلونة على السكة الصحيحة بوجود أيضا الهولندي ديونغ الذي أثبت بأنه في كامل جهوزيته، بالإضافة إلى الألماني غوندوغان. الكاتب أشار إلى أن خروج ديمبلي لم يعد مهما لأن ما قدمه نجوم برشلونة بالأمس يؤكد بأن الفريق جاهز من دون النجم الفرنسي لكن ولكل المنافسات. دائما في إسبانيا، الوقفة التالية ستكون في قلعة البرنابيو. صحيفة ماركا تناولت الإصابات التي تعرض لها بعض نجومي الفريق الملكي قبل انطلاق الموسم، وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي تشواميني سيكون الحل المناسب في المباراة الأولى هذا الموسم.
إذن بحسب اليومية المدريدية فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يبحث عن حلول في بعض مراكز خط الوسط، لكن مع تعافي تشواميني وجهوزيته الكاملة تبدو الحلول متاحة لمدرب ريال مدريد. ماركا أكدت بأن الفرنسي أوريلين تشواميني سيكون جاهزا لقيادة خط وسط فريق ريال مدريد في مباراة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى للدوري الإسباني. جولتنا تصل المحطة العالمية إذن مع ألمانيا، ومن صحيفة سبورت بيلد الرياضية كتبت واستضافت إذن في عددها اليوم جاري لينيكر نجم الكرة الإنجليزية السابق الذي تحدث في العديد من الملفات الكروية، لكن ما أثار اهتمام اليومية الألمانية ما قاله حول ملف المفاوضات بين بايرن وتوتنهام من أجل إتمام صفقة المهاجم هاري كين. يقول لينيكر في هذا السياق: إذا كنت تملك المال الكافي وتريد الاستثمار في مهاجم يبلغ من العمر 30 عاما فإن هاري كين هو الرجل المناسب، لأنه لاعب مميز وهداف من الصف الأول. مضيفا بايرن ميونخ من أهم الأندية الأوروبية، لكنه يفتقد اليوم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهاري كين اللاعب المناسب لتعويض رحيله. جولتنا العالمية تصل إذن الصحافة البريطانية، ونبدأها مع هذا التقرير في صحيفة السان عن الظاهرة المصاحبة للفريق المتوج بكأس الدرع الخيرية، وآخرهم نادي أرسنال على حساب مانشستر سيتي بطل الثلاثية في الموسم الماضي. الصحيفة قالت إن تتويج أرسنال بدرع المجتمع في افتتاح الموسم الكروي البريطاني قد يكون بمثابة كارثة لطموحاته في المنافسة على البريمير ليج رغم هزيمة منافس قوي كفريق مانشستر سيتي، مضيفة أنه لم يسبق لأي فريق أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه بكأس الدرع سوى في حالة واحدة منذ العام 2011 جاءت عن طريق مانشستر يونايتد عندما هزم السيتي بحسب الصحيفة. إلى صحيفة المترو حيث نطالع فيها آخر مستجدات الميركاتو الصيفي عن محاولة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعويض رحيل أبرز لاعبيه عن طريق محاولة التعاقد مع نجم خط وسط ويست هام اللندني. اليومية البريطانية أشارت إلى أن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي قدم عرضا يبلغ 70 مليون يورو لضم لوكاس باكويتا لاعب خط وسط نادي ويست هام. المترو أكدت أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزنز كان حريصا على التعاقد مع باكويتا في الصيف الماضي كبديل محتمل لليوناردو سيلفا الذي انتهى به الأمر لاحقا بالبقاء ضمن صفوف السيتي. ونتحول بكم الآن إلى صحيفة ديلي ميل التي سلطت الضوء على الأوضاع المتوترة داخل نادي ويلفرهامبتون بعد رحيل الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب الفريق الأول قبل أيام فقط من أولى مباريات الولفر في البريمير ليج أمام مانشستر يونايتد. ديلي ميل قالت إن ضعف التواصل بين رئيس مجلس إدارة نادي ويلفرهامبتون ومدرب الفريق كان سببا أساسيا في رحيل لوبيتيغي عن الإدارة الفنية الذي لم يستوعب حاجة الفريق لبيع العديد من نجومه لتعويض الخسائر المادية المتواصلة. اليومية البريطانية أضافت أن استقالة الإسباني جولين لوبيتيغي من تدريب ويلفرهامبتون المفاجئة ليست الأولى في مسيرته، خصوصا بعد إقالته من تدريب منتخب لاروخا في مونديال 2018 عندما كشف عن نيته تدريب ريال مدريد، مما أثار حفيظة الاتحاد الإسباني لدرجة الإعلان عن إقالته وبشكل فوري. مستمرون معكم في جولتنا على صحف إنجلترا، ونطالع في ديلي إكسبرس هذا الخبر عن السبب الحقيقي لفسخ عقد حارس مرمى نادي إنتر ميامي وعلاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الحالي للفريق الأمريكي. ديلي إكسبرس ذكرت أن الهولندي نيك مارسمان حارس مرمى إنتر ميامي يغادر صفوف الفريق بعد موسمين قضاهما في النادي الأمريكي بعد أسابيع من انتقاده لصفقة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي.
الصحيفة البريطانية نقلت عن ميرسمان قوله إن نادي إنتر ميامي ليس مستعد بعد لاحتضان نجم كليونيل ميسي، حتى أن ملعب الفريق هو مكان مؤقت ويحتاج الكثير من التعديلات. اليومية أشارت إلى أن الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي استخدم بندا في القوانين الأمريكية يسمح بشراء عقد لاعب في الفريق من أجل التخلص منه، وهو ما حصل بالفعل مع الحارس ميرسمان. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقطع، ونتمنى أن يكون الفيديو قد نال على إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو وعمل متابعة للقناة. نراكم على خير في الفيديوهات القادمة.